كابتن رضا موديست النهارده بيسجل الهدف الثالث، ويعني هدف الانقاذ بالنسبه للنادي الاهلي، للجماهير وللجهاز الفني وللاعبين. هل الهدف ده ممكن يبقي على موديست لنهايه الموسم، في ظل ان كان في خلاف ما بين لجنه التخطيط وما بين كولر؟ لجنه التخطيط كانت عايزه تعرضه للبيع في يناير، وكولر متمسك بيه لنهايه الموسم. هو حظه ان الدوري مش هيشتغل. ده حظه. انت عارف لو الدوري اشتغل كان هيمشي في واحد، برغم ان هو جاب الجون. خلي بالك، يعني حتى برغم ان هو جاب الجون، انت لاحظ النهارده كده كل لمسه له الجمهور كان بيعمل ايه. واخد بالك، لان الجمهور صبر عليه والراجل عمال يديله، فربنا كرمه النهارده ان جاب الجون ده هيطول عمره. لان ايه؟ الدوري وقف في يناير، فالراجل هيقول لك لا انا عايزه، ده جاب لي بطوله السوبر، مع ان مفروض ان انت في الماتشات الصعبه كلها ما بتلاقوش. انت النهارده مع كل الاحترام وفيوتشر النهارده، ايوه بس في النهايه يعني مباراه بطوله. ماشي، بس انا بقول لك لو الدوري اشتغل الفتره اللي جايه كان هيبان على حقيقته بقى وهيمشي. انما حظه ان هو جاب الجون النهارده وهم مش هيلعبوا في الدوري ولا في الكاس ولا في افريقيا. الدوري اتوقف. بس كابتن رضا، انا يعني في ماتشين 3 اللي فاتوا اللي لعب فيهم، باستثناء طبعا مباراه اتحاد الجده اللي ما لحقش يوصل لنص الملعب، يعني شايف ان هو بيحاول، بكلمك بجد والله، مش يعني بيحاول ان هو بيجري، بيحاول بيجري من غير كوره، بيحاول ان يبذل مجهود. يعني بحس ان في اتفاق او تعليمات مشدده من كولر، اللي هو يعني ما تحرجنيش انا مديك فرصه، فهو كل شويه بيحفزه بالشكل ده. طب ما اداش الفرصه دي ليه لصلاح محسن؟ هو ولا صلاح محسن؟ لا، هو صلاح محسن طبعا. لو اداله الفرصه بقى وضحك في وشه وانت لعيب كامل لعيب، واحمد عبد القادر يا عم انا جايبه ليه؟ ما لازم يسنده يا كابتن. يا عم اسند ايه؟ ايوه ماشي، حتى لو هو خلاص نجيب له عرق. لا، واحمد عبد القادر واحمد عبد القادر وقفشه. ما انت استنى بس، هو انت مشيت محمد شريف عشان تجيب ده؟ ده حتى لو بقى هداف الدوري اقسم بجلاله الله خلاص هي بقت في بينه وبين النادي بجماهير النادي الاهلي مناعه خلاص. حتى اي حاجه هيتليه بيضحك تاني الجمهور. النهارده شفت الجمهور النهارده لما الكوره كانت بتجيله بيعمل ايه؟ واخد بالك؟ فانا بقول لك بس سجل هدف مهم حبيبي، وبعد كده يعني كريم هدف ببطوله. لا يا حبيبي، ما كريم جاب الهدف الرابع. ايوه بس لولا الهدف الثالث ما كانش اللي كان هيجي. بص والله العظيم هيجي وهيكسب الاهلي، هيكسب الاهلي. النادي الاهلي النهارده انا بجد يعني لولا الغلطه بتاعت مصطفى دي فيوتشر ما راحتش الا في اول دقيقتين يا اسلام بالكره بتاعت عبد الكبير والوادي اللي هي مشت من جنب القائم. بعد كده ما لهمش اي تواجد. واخد بالك؟ فانا بقول لك هو حظه الكويس ان الدوري اتوقف، افريقيا اتوقفت، كاس مصر اتوقف، وانت عندك بقى هترجع امتى للدوري؟ في اخر شهر 2 بقى. ربنا يطول في المنتخب ان شاء الله ويوصل للنهائي وياخد البطوله. هيجي في بعد 2 هيلعبوا صح كده؟ 13/2 ولا 11/2 اخر 13. فانت هتيجي بقى ترجع، هتخش بقى تلعب كام ماتش في الدوري وبعد كده تطلع افريقيا تاني. فانت عندك يكون واحد عدى، فواحد ده فالراجل هيقول لك ايه؟ لا ده انا عايزه، اصل ده هو جاب لي الجول، جاب لي البطوله دي. واخد بالك؟ فما حدش هيقدر يتكلم. يمكن بعد كده المكنه تطلع قماش، انما هي مش هتطلع قماش، هتطلع زيت او بس هو كابتن ابو الدهب يا حبيبي انا اقول لك خلاص ده هيخليه يكمل لاخر الموسم لان مفيش ماتشات تاني. ما هو مش هيمشيه، هو هيقعده لان هو فيرود. لو كان في ماتشات لغايه اخر واحد هيمشي. خلي بالك، هو النادي الاهلي واسلام سال سؤال مهم يا كابتن. النادي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج راحه، مش محتاج بطولات. محتاج ان اللعيبه بتاعته تتريح بعد الارهاق اللي حصل الفتره اللي فاتت من كاس العالم. ايوه ما لا بطوله ما تقولش زي الناس، خليك انت راجل اسمع. انت مش مدرب، بدليل ان الشناوي اتصاب يا كابتن وخرج. يا عم اسمعني، ما انا لو بعمل هنا بقى الروتيشن بجد يبقى عندك 3 فرق. لو هو مدي الثقه انا بقول لك انت النهارده لو انا مدير فني هغير ال3 اللي في نص الملعب وهنزل 3 بدلهم اللي هو قفشه وديانج والسوليه.
ان انا ممكن اعمل تنشيط، ان انا ممكن اغير 3، ممكن النهارده كريم فؤاد متالق بشكل كويس وعنده ايجابيه على الجون، لكن انت الراجل مش مدي ثقه بعض اللاعبين. تغييره مين اللي محمد مش مدي هاني، ثقة؟ هو الراجل مش مدي لا، لبعض هو اللاعبين، هو هو مش مقتنع ببعض اللاعبين. لا هو لا يا بيحب كابتن، ناس لا مش وبيحب يشوفها في طب الملعب. اشمعنى قفشه بيلعب في الدوري المصري وما بيلعبش في الدوري في لا البطوله هو ما بيلعبش في الدوري المصري. لا ما لعبش في بطوله كاس العالم يا كابتن. يا حبيبي هو ما بيلعبش في الدوري لا بس أصلاً. بينزله هو لما لا بيحتاج. يا بس هو ما حبيبي. بيلعبش بشكل اساسي. ايوه يعني انت بس في ماتش لما هو بيحتاجوا ماتش. كابتن ابو الدهب، لا، هو لا. ده قفشه اللي كان بيتم لا طبعاً. الاعتماد عليه بشكل ده في أساسي. المنتخب يبقى مش كمان. مدير آه، يبقى مش في شغل الفترة مدير اللي فني. فاتت. لكن انت عندك هل يرضي ربنا ان واحد زي احمد عبد القادر ده من اللعيبه المواهب لا طبعاً، ان يبقى ده موجود بره؟ صلاح محسن اللي انت جايبه من انبي وصممت عليه ان انت كنت أسألك لازم سؤال. تديله فرصه. أسألك لكن انا سؤال. بكلمك في نقطه ان الراجل عنده طيب 3 فرق. كابتن رضا، ايوه هل عنده استنى بس. 3 فرق. انت عندك واحد زي القندوزي ده احسن لعيب بلاي ميكر في مصر. ده كان بيلعب انا ما اعرفش لجنه لجنه بص بقى لجنه التخطيط رؤيتها ايه. معلش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لكل الأهلاوية في كل مكان. أداء ولا أروع من النادي الأهلي. النتيجة 4-2، نتيجة تقيلة جدا، ولولا ستر ربنا كنا دخلنا ضربات الجزاء، كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة للنادي الأهلي. النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا باستثناء 3-4 دقايق اللي جه فيها الجونين، ويتحمل مسؤولية الجون الأول طبعا بلا شك مصطفى شوبير قليل الخبرة، ده اللي دخل فيوتشر في المباراة، واللي دخلهم أكتر الهدف الثاني اللي جه من محمد محمود. لكن نحمد ربنا إن الأهلي هو اللي يستحق الفوز بالسوبر على الأداء الرائع اللي أداه رغم حالة الإجهاد الكبيرة اللي عليها النادي الأهلي. لكن شفنا النادي الأهلي بيلعب 4 أشواط، وأداؤه وسرعاته وتحركات اللعيبة أعلى كبير من نادي الفيوتشر، النادي المرتاح اللي مروش ضغوطات ودخلش بطولات قوية زي اللي دخل فيها النادي الأهلي، من أفريقيا لكأس العالم للأندية لكأس السوبر للدوري المصري. حدث ولا حرج عن كمية الإرهاق والجري اللي بيجريها لعيبة النادي الأهلي، واللي أثرت كتير على أداء الأهلي. فرصة كبيرة إن النادي الأهلي يلتقط الأنفاس في فترة الراحة اللي جاية، فترة توقف الدوري عشان بطولة الأمم الأفريقية، ونشوف أهلي تاني مغاير تماما للحالة البدنية والإرهاق اللي هو عليها دلوقتي. وبالنسبة لموديس، أنا بقول لرضا عبد العال في كل الأحوال كان موديس ما ينفعش يمشي في يناير، لأن الأهلي دفع فيه مبلغ كبير، وهيبقى نوع من أنواع الإهدار المالي العام لو مشاه يناير مجاني. فما كانش الأهلي في كل الأحوال هيعمل الحركة ديت، كان هيضطر يصبر عليه مضطر لآخر الموسم ويستعين بحد من الدوري المصري في مركز الهجوم في استخدامات شهر يناير. إن شاء الله الأهلي يعمل استخدامات قوية في يناير، محتاجين 3-4 لعيبة في أكتر من مركز. بالتوفيق للنادي الأهلي، وألف مليون مبروك لكل الأهلاوية في كل مكان. افتخر أنت أهلاوي، كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية. ما تنساناش بلايك واشتراك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.